راديو اسمعني بقلبك يقدم أنت والفيلسوف. إعداد أحمد الخويلدي. التقديم دينا رشدي. المعالجة اللغوية محمد عبد العزيز عطية. الهندسة الصوتية والمونتاج أحمد حسين. الإخراج أحمد نجم. مستمعينا الأحباء، إن الحكمة في ذاتها تعانق الحب وتحادث المعرفة وتنحني لضوء الضمير، تقبل كل صاحب منطق ولا تقبل دفوعا من أصحاب الكراهية. هي بستان الحياة، وبكل زهرة طوق نجاة، وبكل فرع ثمرة عقل، وبكل شجرة نستظل بكم أيها الرائعون من حرارة الفكرة. مساؤكم لؤلؤة من عمق نفوسكم، نهديكم شذا محبتكم التي تعطر لقاءنا. والذي سنتحدث فيه اليوم عن الضمير. الضمير صوت الفطرة النابع من ذاته ليعود بصدى الحق عندما يرتطم بالخير والشر. الضمير هالة الرضا التي تصدر أحكاما بالندم عندما نسقط في ظلام الظلم، ليبقى مفتاح إشعاله ما يجوز وما لا يجوز. الضمير ترنيمة الواجب التي تخلص كل فعل لا يتناغم، ولحن العقيدة والتربية والثقافة. الضمير قوة التهذيب الشخصي التي ما وجدت بمجتمع إلا وساده مظاهر الرقي في كل شيء. لو تحدثنا عن ملمح للضمير سنقول الإنسانية، فكل إنسان إنسان ما لم يفقد ضميره. وبالرغم من أن الضمير سلطة مستترة، وهو في كثير من الأحيان يعتبر سلطة سلبية لعدم قدرته على تقييد متطلبات الحياة، وكذلك عدم قدرته على رفع الآثار النفسية والأخلاقية والسلوكية الناتجة عن أفعال شائنة قد نساهم نحن بإبعاده عن أبنائنا دون وعي. يرجع ذلك للتناقض الكبير بين الأقوال والأفعال، فالطفل ذكي للغاية، وبإمكانه أن يحدد مقومات الانفصام التربوي. مثال ذلك: يعاقب الطفل على الكذب، بعدها بقليل يرن جرس التليفون، يأمر الأب الطفل بأن يقول أبي بالعمل. الضمير ليس صفة وليدة، إنما يحدده وضع الشخص في أسرته وكذلك ظروف حياته. والآن نصل إلى فقرة قالوا. الضمير هو الكيان الداخلي للإنسان، متمثلا في الوجدان المتعالي ببعديه الشعوري والعقلي، فهو الجانب الحساس من الإنسان، وهو القوة الأخلاقية الباطنية فيه. هذه القوة منطلق التغيير الأخلاقي والإنساني الداخلي والخارجي معا. إن تعبت في الخير فإن التعب يزول والخير يبقى، وإن تلذذت بالآثام فإن اللذة تزول والآثام تبقى. أفلاطون. إياك أن تقف حائلا بين فكرتك وبين ما ينافيها، فلا يبلغ أول درجة من الحكمة من لا يعمل بهذه الوصية. من المفكرين فريدريش نيتشه. الضمير لا يمنعك من فعل الخطيئة، لكنه يمنعك من الاستمتاع بها. وأخيرا نختتم برنامجنا بجملة الأديب أحمد الخويلدي: الضمير وحدة النفس التي تقيس درجة ارتياحه بعد كل مهمة يؤديها. وفي نهاية برنامجنا لكم منا جميل المحبة والاعتزاز.
أنت والفيلسوف. إعداد أحمد الخويلدي. التقديم دينا رشدي. المعالجة اللغوية محمد عبد العزيز عطية. الهندسة الصوتية والمونتاج أحمد حسين. الإخراج أحمد نجم.